ده كان اسد صنع رجال، ده كان اسد صنع رجال والحنين والطفخره. وكان نظرنا ساعتها دايما مش بعيد، العصايه في ايد الشيخ واحنا بين عواميد كتير، ولما بطلع فوق الصبح واشوف بعين المعزله يجي في راسي من سؤال، واول سؤال مين انا؟ تطرح ورق وكل يوم ومر زمان بالنهار والليل وناس سهران على التعليم، ومر زمان بالنهار والليل وناس سهران على التعليم، كتب ومراجع وفكر وتحليل، ابتكار وكان تقليد. ايضا كل الناس في الاخر لازم رحله للتطوير، ايضا كل الناس في الاخر لازم رحله للتطوير. وبحر العلم ده لازمه سفينه، بحر العلم ده لازمه سفينه، والقبطان في البحر امير، والسفينه ده عايزه شراع لكن يسافر بينا بعيد. والشراع ده رمز العلم، والشراع ده رمز العلم. رفرف برياح التغيير وادي علمنا بيت القصيد، عملوا له مشروع للتجديد، مره بمتابعه ولادنا وملفات علشان انجاز. وحاجات تانية بعلم وفكر وصوره اشبه بالاعجاز. وادي الجوده كانت بلدنا ومدرستنا في الامتياز، وبيختاروها علشان جميله واللي فيها كل لزاز. على جد اكتر مسؤوليه بكل همه واجتهاد. بطلع موهبه ولادنا، بطلع موهبه ولادنا، دول علينا غني عزاز. فالاخ راضي يهوى رصدنا 11 ملف، فكانت بلدنا ومدرستنا في الامتياز. في ملف كبير اسمه ده ملف التقييم، عمال يحاسب فينا دايما، يشتكينا شمال يمين اللي قصر يوم في عمله، والغبي صاحب الروتين راح وشده كل عزمه وقال له كن انسان امين. ده العيال بذره وحصاد، ده العيال بذره وحصاد، قال له كل انسان امين. ده العيال بذره وحصاد، لو زرع النخيل حل جاي نزول سماء وعمر لينا طول مدين. نفسي اشوف كل العيال مهندسين ومدرسين يحولوا الخراب عمار، يحولوا الخراب عمار ويبثوا في عقولنا الحنين علشان نحب اعظم وطن ونشتكي له باعتزاز. وهذه الجوده ده بلدنا ومدرستنا في الامتياز، وفي مشاركه مجتمعيه، في سموم يا صفيه والطبيعه حراسانيه والطعم يا الشهيد. حط ايدك في عيالك وانا راسي براس المدير، اسال ويرد عليا والجميع اجابه ليا، ما انا صوتي وصل الوزير. وادي الجوده ده بلدنا ومدرستنا في الامتياز. وفيه ملف جديد خطير اسمه القياده في التطوير، خلي بالك منه يا ريس وحط له بالوقافين. تعود تعمل هيك جوه وبره هيكون لينا سفير. وفيه ملف التوأمه اسمه القياده والحوكمه، ملف للناس الكبار هيوصلوهم العولمه. وفيه ملف اسمه المناخ، بيوفر التعليم لولد بكل حب وارتياح، بيعامله زي نجوم السيما وكله بين ايديه متاح، عامل موازنه لكل حاجه مش سايبها سلاح مداح. وفيه ملف للمتعلم يروح ويجي يا ناس يعلم، يطرح حلول تنفع ولادنا. الشاطر قبل المبلغ يميزه وينشطه، وفي كل مجال يشرح يتكلم، يلاقي العلاج موجود وسهل قبل ما يفكر يتألم. وفيه ملف للمتعلم بس اعظم ناس تعلم العيال وبكل حب، بيرصدوها درجه بيرصدوها درجه، والامل فيهم كبير ان فكر عيالنا يوصل للسماء ومالوش مثيل. والحكايه مش قرايه وحفظ بس، الحكايه مش قرايه وحفظ بس، الحكايه فكر تاني لهم جديد. وفيه ملف مشوف يوماتي. فالملف الجاي هتشهد ان ولادنا بقوا رجاله. احمد بقى